بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غادي نشوفوا اليوم واحد النص مهم جدا ورد في كتاب تحت الضغط ذكريات نضالية للأستاذ محمد بوزيدان. نجد أن الكلمة الواحدة أحيانا تعبر عن أكثر من معنى، والنص الوارد في كتاب ذكريات نضالية هو من النصوص المهمة التي وجب الوقوف عليها، لأنه من النصوص التي قد تحمل جزءا من التاريخ المحلي، ربما تؤرخ للتاريخ البحري لمدينة طنجة. يقول محمد بوزيدان في صفحة 98: ظهرت عادة سيئة وخطيرة لصيد السمك بمرقالة وغيرها تظهر جشع بعض أبناء المنطقة ورغبتهم في الربح السريع، فقد استغنوا عن استعمال القصبة وعوضوها بنوع من البارود يعد على شكل قنابل تسمى بالعمارة، يفجرونها حيث توجد أسراب السمك فتطفو إلى السطح ميتة بأعداد كبيرة، فيجمعونها ويبيعونها. تشاركهم في ذلك أسراب النوارس التي تطلب حقها في تلك الوليمة الغير الشرعية. السمك المصطاد بهذه الطريقة يضاعف ذلك الذي يصطاد بالقصبة في الميزان، لكنه أقل جودة ويمكن تمييزه بسهولة، فهو رخو وكأنه مات قبل أيام وليس خارجا لتوه من البحر. كما أن روائح المواد الكيماوية التي تصنع منها العمارة تلتصق به ولا تغادره إلا بعد غسله بالماء والملح والليمون، ومع ذلك قد لا يسلم الأمر. لذلك لم يكن هذا النوع من السمك يحظى بشعبية داخل الأحياء التي اعتادت سمك القصبة الذي لا يعلى عليه. المختار من أبرز الذين اشتهروا بالصيد بالبارود، فهو مصدره الوحيد لكسب قوت يومه. رجل نحيف ذو قامة قصيرة وعينين صغيرتين وغائرتين، وجه مكسوب بمسحة حزن لا تغادره أبدا. كيف لا وقد تعرض لحادث مأساوي سجل في تاريخ المنطقة، حيث ذهب المختار ذات يوم كعادته لمرقالة كي يصطاد السمك بطريقته. أخذ بارودة في يده وأخذ يسبح هنا وهناك باحثا عن مكان لتجمع الأسماك. أخذته الدهشة حينما رآها بأعداد كبيرة. حاول رمي العمارة بسرعة، لكنه تراجع عن ذلك حتى يتجمع عدد أكبر من الأسماك، فهم برميها لكنه تأخر وانفجرت بين يديه، فبترت يده اليمنى من الكوع. أصبح المختار يحمل معه تلك الذكرى السيئة والعاهة المستديمة التي رافقته طيل حياته. رغم ذلك لم يتب من تلك العادة القبيحة التي ساهمت في القضاء على الثروة السمكية بمرقالة. عرفنا من نص محمد بوزيدان أن العمارة وهي الصيد بالبارود التي كانت تمارس في بقنادر الحافة ومرقالة ما هي إلا طريقة صيد جائر للثروة السمكية، في مقابل العمارة اللي هي القنبلة اليدوية التقليدية التي تصنع بالبارود البلدي الذي كان يستعمله البواردية كتعمير للمكحلة، وكان في السابق يجلب من منطقة مراكش. في لهجتنا المحلية أيضا العمارة
هي الموسم، وكانت تقام في تواريخ سنوية ببعض القرى الفحصية، منها ما ترك ومنها ما بقي، كعمارة العربي دقوارت والنونوش والقصر الصغير وجميش وبقدور وغيرها. ولعل أغربها هي عمارة دار الزهير السياسية التي كان يقصدها الزعيم علال الفاسي. والعمارة المقصود منها هي عمارة المكان بالناس الذي يوجد به المزار، حيث يجتمع الناس في طقوس احتفالية وأخرى بالأذكار. أما العمارة وهو مصطلح يستعمل داخل المدن وبالأخص في الزوايا، حيث يقصد بها حلقة الذكر الصوفية بما فيها من رقص وذكر داخل الزاوية. أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت، ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.